لو هشتغل محبس دفن عندي 7 حاجات لازم اخد بالي منهم. اول حاجة اتجاه السهم يكون مع اتجاه المية، لازم تاخد بالك كويس من ده، لان لو عملت العكس هتلاقي المية قليلة معاك، ضغط المية قليل، وكمان هتسمع اصوات مخيفة. تاخد بالك ان انت تجيب حاجة تكون محترمة ومعروفة، يعني جروهي، ايديال ستاندرد، كليوباترا. بلاش تسترخص او تجيب حاجة شعبي، حاجة مش معروفة، لان ده محبس دفن كله هيبقى جوه الحيطة، علشان كصيانة قدام تكون الدنيا سهلة وما يحصلش معايا مشاكل. طبعا عايزة صنايعي يكون شاطر علشان يطبق الشروط صح، فبرضه ما نضطرش ان احنا يواجهنا مشاكل. رابع حاجة معايا لازم وانا شغالة المحبس بتاعي طبعا كله بيكون جوه الحيطة، فالصنايعي لازم يثبته كويس جدا بالمونة. خامس حاجة يكون في دقة في التنفيذ، يعني تاخد بالك من المنسوب بتاعك، المنسوب هيكون فين بالظبط، العمق بتاعك، الاستقامة، وخصوصا العمق بتاعي، لان انا دلوقتي عايزة المحبس لما اجي اقفل يكون الوش مع اللي هو الزور بتاع المحبس يكون مع وش البلاط، ما ينفعش بقى يكون زيادة او اللي هو اقل داخل جوه الحيطة فنحتاج ناخد تطويلة. لا، من الاول اكون حاسبة العمق كويس ويكون ماشي مع الوش السيراميك عندي. اخد بالي طبعا ان انا لازم اعمل تيست وانا شغاله، علشان لو في تسريب، وده قبل ما اقفل الشغل، لان دلوقتي هو الجسم بتاع المحبس كله جوه الحيطه، وفي الاخر بس بنحط الوش بتاعه عشان يحميه، فانت لازم تاخد بالك، لازم تعمل تيست وتعمل قبل ما تقفل اصلا الشغل بتاعك. سابع حاجه لازم تعمل حسابك على فتحه صيانه تكون مناسبه وسهله، خصوصا لو انا مثلا هستخدم محبس الدفن في السخان، لان السخان بيحتاج صيانه كل شويه. فانا لو استخدمت محبس دفن علشان ما يحصليش مشاكل سيب فتحة صيانة. هنقول بقى المميزات سريعا بتاعه هو المحبس الدفن بتاعي. عندي 5 مميزات. طبعا اول حاجة واهم حاجة شكله شيك وانيق، وطبعا مناسب جدا للحمامات والمطابخ خصوصا الحديثة، وطبعا بيستخدموه في الفنادق. تاني حاجة معايا ان هو سهل التنظيف. تالت حاجة طبعا مناسب جدا للمساحات اللي هي الضيقة او الحاجة الصغيرة، لانه بيوفر لي مساحة كله جوه الحيطة. قلنا بس الغطا هو اللي بيظهر كحماية ليه في الاخر. برضو مش بيبوظ بسرعة لان هو كله جوه الحيطة، فمش كل شوية هقعد اقفل وافتح فيبوظ معايا بسهولة. طيب، خامس حاجة معايا ممكن تستخدمه لاكتر من مخرج، في وصلة بتيجي 2 واي او 3 واي، فانت هتستخدمه لاكتر من وحدة مع اللي هو يعني في نفس الوقت.